السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عاملين ايه؟ أهلا بكم مشاهدينا ومتابعين قناة محمد جمال. متنسوش الاشتراك، تفعيل زر الجرس على الكل عشان يوصلك كل جديد. النهاردة في تحدي بيني وبين مي بنت أخويا، بين الأندومي. طبعا الأندومي أنا ماليش فيه قوي، ولكن إيه، هي بيحبوا طبعا الأندومي والكلام ده كله. طبعا الأندومي اهوت، ده أندومي باللحمة. والتحدي ده هيبقى عبارة عن إن مين هيقدر نشوف مين اللي يستحمل هيستحمل الشطة. يستحمل الشطه. طبعا الشطه بتاعت الاندومي غير الشطه اللي احنا بنستعملها في المكرونه والكشري والكلام ده كله. الشطه دي حاميه جدا، بيبقوا حبيتين في نفس الكيس كده، ولكن بتبقى حاميه جدا. وهنشوف دلوقتي. هنجيب الميه وهنشوف. جبنا الميه وسخناها. طبعا نعلق المايك هنا عشان ايه، نبتدي نحط الاندومي. امسكي. بيتفتت ولا بيتحط هنا؟ اه تاني في اكياس اهو. ده كيس التوابل. ده التوابل. اه بس على فكرة أنا عندي في كيس واحد بس، مفهوش شطة ولا إيه؟ لا ده مش شطة. مفهوش شطة صح؟ الشطة بقى هنجيب الشطة العادية. بس المفروض كان الأول بيبقى فيه كان كيسين. الأول يبقى فيه شطة دلوقتي مبقاش فيه شطة. خلاص نفتت بقى دوت كده. طبعا هي ظهرت مفاجأة دلوقتي، أنا ما كنتش متوقعها. إن طبعا المفاجأة إن الكيس الأندومي ده مفهوش شطة، مفهوش غير التوابل بس. احنا هنجيب الشطة العادية عادي. فنجيب بقى الشطة العادية. طبعا ده شيبسي برضو مع الأندومي. ونصب بقى المية. مش المفروض نحط التوابل الأول ولا إيه؟ ماشي، عايز اي صح؟ حاجة. ونصب المية كده. بس لو كان في الشطة بتاعته كانت هتبقى أحسن. تبقى أحلى، الشطة دي تبقى حامية. صبري كده. يعني تبقى الشطة كتير أوي الشطة. حط لي قد إيه؟ معلقة؟ شوف بقى. طب اوعى وشك بقى عشان دي إيه ممكن تطير. الوين دول. طبعا يا جماعة شطة أهي. ماشي. أنا هحطها برضه على الأندومي أهو. وربنا يستر دخل في عينيا. امسك. هو نستنى بقى عليها لحد ما ايه، ندوب خالص. طبعا كنا هنجيب الاخ محمد تيتو والاخت جنى، ولكن هم دلوقتي جنى بس ما جوش. ان شاء الله في فيديوهات تانية هيكونوا معانا. مندوب كده الاندومي ده. على فكره انا ماليش فيه قوي على فكره الاندومي ده. يا بس قطع شطه جامده قوي تصدقي. شطة حامية. هنستنى شويه لحد ما الايه الاندومي ده ايه يطرى.
والله يا جماعه مش قادر اوصف لكم، الشطه حاميه جدا. هنشوف بقى مين بقى اللي مين اللي يستحمل؟ نديها شويه ميه تاني. ايه ده؟ حامي قوي. تصدقي إيه، جت لها شطه من جوه. ايه الشطه دخل في عينيك ولا ايه؟ ايه؟ دخل في مناخيرك؟ تعالي كلي معانا اندومي بقى. تعالي كلنا اندومي باللحم. تعالي دوقي. تعالي دوقي. مش عاوز يطرى. ده حراق ايه؟ شطة حامية. لا اجيب شطة. لكم تاني. الشطة دي مش هتودي نشوف بقى مين اللي خلص الاول. اتفقنا؟ ان شاء الله. عشان نبين. ده بقالي زمن ما خدتوش ده. الشطه جامده. حراق جدا. طبعا التحديات جايه كتير، فما تنساش اللي يخش على الفيديو يعمل لايك، اشترك في القناه، وفعل زر الجرس على الكل عشان يوصلك كل جديد. واحنا ان شاء الله الفتره الجايه نحاول ننزل فيديوهات اكتر، تحديات اكتر، مقالب اكتر. فما تنساش تشترك في القناه، واهم حاجه تعمل لايك للفيديو، بحيث اللايك بيعلي من رتم الفيديو. عاوز اقول لكم انا بدات اعرق من الشطه. انا لسه في البداية. انت عشان واخد على الاندومي فمش فارقه معاك. ده الشوربه بتاعته بس هي اللي حلوه. الاندومي برضه والله جميل، بس عشان حراق بس شوية. هو باين اصلا من الاول ان هو مش قادر خالص. والله انا مش واخد على الحاجات دي بيني وبينكم، ولكن لما مي جت النهارده قررت نعمل معاها فيديو بالنسبه للاندومي ده. كمان بيقولوا فيه اندومي اسمه ايه؟
الكوري باين ولا اندومي كوري. الكوري له اصعب بس من الشطه بقى ده. بتاعته بتبقى حاميه قوي. مم. اه لا الشطه جامده. انت مش فارق معاك الشطه والله العظيم، والله هو بتكلم بجد. لا الشطه كده بالنسبه لي حلوه، هي حاميه بس انا عادي بالنسبه لي. لا والواد تيتو بيحط شطه كتير قوي. تيتو وجنى مم. بتحط شطه كتير. لا ممكن تيتو مش قوي، جنى تحط كتير. يا جماعه شكلها هي كده اللي ايه هتفوز معانا النهارده، لان انا مش لا اقدر اكمل الطبق ولا هقدر اكمل الشطه اللي فيه. كمل لسه بدري. لا والله ولا حتى هنكمل الكيس التاني ده. لسه في كيس تاني. لا مش انا مش قادر اكمل اول كيس اساسا. طبعا يا جماعه شكلي كده مش هقدر اكمل بقيه الطبق بتاعي، لان انا كده الشطه كتيره و ودي العيش الخباز زي ما بيقولوا. هي طبعا بص هي خلصت طبقها، لان الشطه جامده جامده جدا. لا بس الشوربه بتاعته حلوه. اه شوف جنبي كلهم برضه. هنتوسوا برضو ليه في الشطه والكلام ده. مش حاجه اسمها شطه. مش احسن من الشطه. ما بتعبنا بصراحه. طبعا يا جماعه زي ما انتم شايفيني كده انا مش قادر، لان انا مش بحب الشطه قوي برضو، ولكن احنا حطينا كل واحد يعني بتاع نص معلقه. الشطه جامده جدا جدا جدا. الشطه اصلا حاميه قوي. وبعدين انا اصلا فكرت ان هو في اصلا جواه شطه، لانه كان زمان او الاول كان بيبقى فيه كيس التوابل تمام ومعاه كيس تاني فيه شطه. استنتجنا بقى ان احنا فتحنا كده هو كيس توابل بس ما فيهوش شطه. خلصنا. طبعا هي اللي فازت معانا النهارده في
مسابقه الاندومي، وانا لسه زي ما انتم شايفين كده طبق زي ما هو، لان ما قدرتش بصراحه من الشطه. فمي فازت معانا النهارده، وان شاء الله استنونا في فيديوهات جايه هتبقى فيها عقاب وفيها جوائز. اللي هيكسب التحدي هيبقى فيه جايزه، واللي طبعا هيخسر هيبقى فيه عقاب ليه. فان شاء الله استنونا في فيديوهات قادمه في قناه محمد جمال. ما تنسوناش اللايك، تشترك في القناه، تفعل زر الجرس على الكل عشان يوصلك كل جديد. وفي نهايه الفيديو اقول لكم السلام عليكم.